بصوا شايفين؟ تعالوا النهارده ان شاء الله هنعمل العظمه اللي انتوا شايفينها دي. ستريبس على طريقه بنت الواحه اهو، وطحينه برضو على طريقتي. خليكم متابعين كده عشان تعرفوا الطحينه. احنا عملنا ازاي الطحينه دي. دي طريقه جديده وطعمها حلو جدا ومختلفه خالص خالص. بصوا شايفين؟ وبتنفع كمان في المشويات برضو يعني. ماشي، وتعالوا شوفوا الستريبس كده مستوي ازاي. شوفوا مقرمش ازاي من بره. شايفين؟ سامعين الصوت؟ تعالوا نشوفوا بقى من جوه. بصوا شايفين مستوي ازاي؟ ما شاء الله. خليكم متابعين كده عشان نشوف الخلطه اللي حطيناها في الستريبس، ونشوف احنا عملناها ازاي خطوه بخطوه كده. يلا حبايبي، يلا نخش على الفيديو. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل ستريبس الفراخ. بصوا ده كتف فرخه بس اهو. شايفين؟ هنقطم مع بعض وهنشوف هيطلع كميه حلوه جدا. هنعمل غدوه حلوه معتبره كده منه ان شاء الله. خليكم متابعين معايا. بصوا هوريكم هنقطعه ازاي مع بعض كده واحده واحده. ماشي. بصوا حبايبي، هناخد واحده واحده كده اهو. بنفرد الورك كده اهو يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده. بصوا فيه الحته اللي طالعه دي نستعملها اهي اهي. بعد كده هنمسك كده واحده واحده. بصوا بالطول كده اهي اهي. شايفين؟ هناخدها بالطول اهو يا حبايبي. صلوا على النبي يا حبايبي، صلوا على النبي. اول ما تبداوا اي حاجه لازم تصلوا على النبي عشان ربنا يبارك في الحاجه كده وتطلع حلوه وتطلع فيها بركه. الصلاة على النبي فيها خير كتير اهي اهو. شايفين اهي؟ بسم الله ما شاء الله اهو يا حبايبي اهي اهو. الله على الجمال اهي. اعملي حاجتك بنفسك في البيت. لما تجيبي الفراخ زي كده وتقطعيها في البيت بتحسي ان فيها بركه برضو، غير لما تخلي الفرارجي يقطعلك الحاجه. اللي ما تعرفش ماشي، خلي الفرارجي يعملها لك، لكن طالما عرفتي بس حاولي حاولي. الواحد يحاول ما يقولش ما اعرفش الحاجه ويكسل يعملها. حاولي تعمليها، اتعلمي من فيديوهات، اتعلمي من اي حاجه. المهم ان انت تتعلمي وتعملي حاجتك في بيتك، ما تستنيش حد يعمل لك الحاجه اهو. بصوا شايفين؟ احنا كده قطعنا الكميه كده اهي. بسم الله ما شاء الله، مطلع كميه حلوه برضو اهي ما شاء الله اهي. وهقول لكم هنعمل ايه. ماشي حبايبي، خليكم متابعين. بصوا يا حبايبي، هنعمل دلوقتي ايه؟ المحلول بتاع الفراخ. هنحط كوبايه لبن ونفس معيار الميه. هنحط كوبايه نفس معيار اللبن. هنحط كوبايه ميه تكون ساقعه اهي. وبعد كده التوابل هنحط ملح وكزبره وفلفل اسود، وهنحط كركم. ودي حبايبي مرقه فراخ. ماشي. والمفروض ان يبقى فيها بابريكا، بس البابريكا مش موجوده اهي. هنقلب الخليط ده كويس خالص كده مع بعضه اهو. هندوب كده لغايه لما تدوب المرقه. اهم حاجه عشان المرقه مجمده في بعضيها كده اهي. المرقه بتديها طعم حلو قوي
وتوابل الفراخ اهي يا حبايبي. عملنا المحلول اهو. بص هننزل فيه ايه، قطع الفراخ ماشي اهو. هننزلها كده. لازم تكوني كمان مملحاها حلو، يعني تشوفي الملح حلو، تظبطي ملحها حلو. اي لحوم لازم تظبطي الملح حلو عشان تطلع حلوه الطعم. اللحوم لو الملح بتاعها ناقص وقليل في في الاكله هيبقى طعم الفراخ هتطلع مش حلوه. لكن اي لحوم بتاخد الملح بتاعها بتبقى طعمها حلو. هنسيبها شويه كده في التتبيله دي، هنسيبها شويه منقوعه كده في التتبيله دي عشان تشرب من التتبيله الاول. ساعه ساعتين، ممكن تكوني عاملاها قبل منها بليله يعني على حسب. بس اهم حاجه ان انت تسيبيها وقت ايه، وقت حلو يعني في التتبيله عشان تاخد مع التتبيله دي تاخد طعم حلو ماشي. عامه لما بتكوني حاطه الفراخ في محلول زي كده بتبصي تلاقي، والله من غير مبالغه ما بص الاقي الفراخ حجمها بيزيد، يعني قطعه الفراخ تلاقيها بتزيد كده في المحلول ده ماشي. يلا هنسيبه كده على قد ما نقدر كده ونرجع له تاني مع بعض. بصوا يا حبايبي تعالوا نعمل طبق طحينه كده جديد كده، وان شاء الله هيعجبكم باذن الله. عايزاكم تجربوه كده وتقولوا لي رايكم فيه ايه ماشي. اول حاجه انا معايا فلفل روم اهي وفلفل سبايسي، ما حطيتش كتير منه لقيته حامي شويه، وبصل اهو شايفين اهو بصل. انا عايزه كله ده القطعه بتاعته زي ما هي كده، مش هقطعها، انا عايزاهم كده زي ما هما كده. وهقول لكم هنعمل ايه. وتومه اهي، فصوص تومه اهي برضو صحيحه كده، وطماطم انا فاتحاها بس كده بالسكينه كده بس ماشي. بس برضو ايه تعتبر زي ما هي برضو مش مقطعها ماشي. هنروح بعد كده على البوتاجاز كده، وهنحط طاسه وهنحط فيها حبة زيت ماشي. خليكم متابعين معايا ماشي حبايبي. اول حاجة هنعملها هنحطها في الطاسة بعد ما الزيت سخن كده. هنروح منزلين ايه البصلتين دول اهو، هنزلهم كده في الزيت ماشي. وهننزل معاهم فصوص التوم دي صحيحة برضو زي ما هي كده ماشي. هنسيبهم يتشوحوا شويه مع بعض، هياخدوا لون زي لون ذهبي كده مع بعضيهم ماشي. هنسيبهم شويه يتشوحوا في الزيت، هيدي اللون الذهبي. لما يدوا اللون الذهبي هقول لكم احنا هنعمل ايه بعد كده. بصوا يا حبايبي احنا عايزين اللون ده. بعد كده هنضيف ايه شويه بشويه كده، هنروح ضايفين ايه الفلفل اهو برضه هنشوحه معاه كده. وهنضيف بعد كده ايه قطع الطماطم دي كده كده. هنوطي شويه وهنستنى شويه لغايه لما الطماطم تطرى معانا شويه ماشي. بصوا شايفين هما كده، هو كده استوى والطماطم طريت كمان. هناخدهم بصوا بس هنستنى عليهم يبردوا شويه، وهناخدهم في الخلاط وهنضربهم في الخلاط، وهنرجع تاني بعد كده اوريكم هنعمل ايه ماشي. بصوا هنجيب الكبة او الخلاط، وبعد كده بنجيب الخليط اللي احنا عملناه ده. بصوا انا ببرده بصوا بشويه ميه، لان كده هزوده اصلا، فببرده عشان كمان يمشي شويه معايا في الخلاط يتحرك ماشي اهو. بردناه كده بشويه ميه كده وهنحطه كده. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي بتاعت الطحينه رهيبه، يعني ما فيش حد كلها عندي الا واعجب بيها بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم صل على النبي. بصوا اهو، يبقى كده نزلنا الخليط كده في الكبه، وهنضرب الخليط ده كويس خالص الاول. بصوا احنا ضربنا كده، بصوا شايفين الخليط اتضرب ازاي اهو، ضربناه كده في الكبه كده. هشوفوا نعمل ازاي. بعد كده بروح ضايفه عليه ايه
بروح ضايفه عليه الطحينه وهو في الكبه كده. ماشي اهو، تضيفي كده الطحينه كده عليه. وطبعا المقادير حسب الكميه اللي انت هتعملي بيها. ماشي. وبضيف عليها كده كوبايه ميه في الكبه كده ربع كوبايه ميه. ماشي. وبرجع اضرب الخليط ده تاني كده ايه في الكبه، برجع اضربه تاني. بصوا يا حبايبي اهو، ادي الخليط اهو. بصوا شايفين، احنا لسه ما حطيناش اي توابل، بس الريحه بتاعت خلطه الخضار اللي احنا حطيناها دي ريحتها جميله خالص. ماشي. هوريكم دلوقتي هنحط عليه ايه توابل ايه. بصوا انا بعد ما ضربتها لقيتها تخينه شويه، لان الطحينه لسه هتقعد كمان. بصوا احنا لسه شويه على ميعاد الغدا، فبصوا احط عليها شويه ميه صغيرين كده خالص عشان ما تبقاش ايه، ما تتخنش، ما تبقاش تخينه يعني. وهنقلب الطحينه كده كلها في بعضها كده ايه اهو يا حبايبي. شايفين اهو اهو، هنقلب كده الطحينه كده كلها في بعضها كده اهي. بصوا هناخد القوام ده، وبعد كده هنروح جايبين معلقتين خل اهو. هنجيب معلقتين خل كده ونروح نحط عليها ايه، هنحط عليها معلقتين خل كده صغيرين اهو. الخل بيبقى طعمه حلو خالص في الطحينه طبعا اهو. هنقلب كده وهنجيب نص ليمونه اهو، هتعصر عليها نص ليمونه كده وهتقلب الخليط تاني. بصوا هنضيف الملح والفلفل الاسود اهو والكمون. ماشي. وهنقلب الخلطه وكده الخلطه ايه كده الطحينه بتاعتنا خلصت اهي اهي. بسم الله ما شاء الله، صلوا على النبي حبايبي. عايزاكم تعملوها كده بالطريقه دي، هتاكلوا شويه طحينه بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي بقى حبايبي، حطوا لايك للفيديو. بصوا هنحضر دقيق اهو عشان هنشتغل بيه في الاستريبس. وده توم بصل باودر وتوابل فراخ وبابريكا. انا جبت بابريكا طبعا في اول فيديو ما كانش عندي، وكركم اهو او كاري، الاتنين واحد يعني. بصوا وده الاستريبس اهو. بسم الله ما شاء الله اهو اهو. بسم الله ما شاء الله تنجح في الخلطه اهو. وهنشتغل على طول مع بعض كده ونحط على طول. بصوا الاول بقى هنضيف شويه الفيجيتار دول عشان نعزز طعم التتبيله اللي هنشتغل بيها. خليكم متابعين. ماشي. هنخلط المكونات كده مع بعضيها كده. الله، ريحه التوابل مع بعض رهيبه، ريحه التوابل رهيبه اهي. بصوا اهو. هنكون مجهزين الزيت على النار عشان هنتبل وننزل على طول في الزيت. بصوا تعالي هنا كده، تعالوا هنا اهو. بصوا شايفين، هناخد قطعة الاستريبس كده ونحطها فين في التتبيلة كده. ماشي اهو اهو. هنتبلها كده اهي. لو عايزة تديها كفر تاني نزلها تاني في التتبيلة دي اهي اهي. تعالوا هنا كده اهو، ننزلها تاني كده وهنرفعها تاني بعد كده نحطها في نفس التتبيلة اهي. لو عايزين نديها كفر تاني، انا شايفة ان هو كفرها خفيف اهو، عشان كده اديتها ايه كفر تاني اهو اهو. نفضيها كده كويس خالص كده من التتبيله. بعد كده هنعمل كذا واحده، وبعد كده بنروح على ايه، بنروح على الزيت مع بعض كده اهو. شايفين اهو اهو. نزل تاني كده في التتبيله كده عشان يبقى لها كفر حلو كده اهي. نزلها في التتبيله بتاعتها كده، نزل تاني كده
اهو احنا مش بنمسكها خالص بايدينا اهي. غير في الاخر بعد ما نخلطها كده مع بعضيها اهي. شايفين؟ نفضيها كده بتروحي تعملي واحده تاني كده. بصوا اهو، هننزل كده في الزيت، الزيت يكون سخن كده اهو، وبعد كده هنروح موطيين عليه بعد ما ننزل كده اهو. بعد ما ننزل القطع الستريبس هنوطي العين عليه. ماشي. بصوا حبايبي، شايفين ستريبس؟ شايفين اهو. بصوا عرفنا كده الرز قطع الستريبس كده اهو. ايوه تعالوا هنا كده. بصوا اهي. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله. صلوا على النبي حبايبي، صلوا على النبي. بسم الله ما شاء الله، الريحه تجنن. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شايفين اهو؟ اللهم صل على النبي. شايفين اهو؟ بسم الله ما شاء الله. وقاعد باجي كمان اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. بصوا شايفين؟ قاعد باجيه اهو. بسم الله ما شاء الله.